بحبك يا بلدي واحبك يا نيل، يا ابو الخير وفايض دول العليل. بحبك مراكب بتمشي في مواكب وميه بتضوي في شمس الاصيل. بحبك يا بلدي يا ارض الجدود، يا اصل الحضاره، يا عزه وصمود، ومن غير اماره يا فخر ومناره، ومن غير حدودك ملياش وجود. مساء الخير، تحت تقدير مني ومن زملاء فريق العمل في برنامج فيها حاجه حلوه. سنة 1896 الخديوي إسماعيل أنشأ أو اتخذ قرار بإنشاء هيئة المساحة الجيولوجية المصرية. الهيئة دي يعني من هذا التاريخ وهي هيئة بتكبر وبتتمدد ولها أهمية كبيرة جدا في الحياة العلمية المصرية. لكن من أهم ما عملته هذه الهيئة هو إنشاء متحف. سنة 1901 تم افتتاحه، اسمه المتحف الجيولوجي المصري، ومقره في منطقة زهراء مصر القديمة أو على بداية كورنيش المعادي. واحد من أهم المتاحف المصرية، وده اللي هنزوره النهاردة في ضيافة ضيفنا العزيز الكريم الصديق المرشد السياحي الكبير محمود كمال. مساء الخير أستاذ محمود، أهلا وسهلا بحضرتك. مساء الخير واهلا وسهلا. مبسوط جدا ان احنا نتكلم عن اثر النهارده، رائع جدا ومبسوط ان انا مع حضرتك. ربنا يخليك. بس ليه النوعية دي من المتاحف مش مشهورة عند المصريين؟ اولا هو المتحف الجيولوجي لا يتبع لوزاره الاثار والسياحه عشان تبع ولا المساحة. يتبع اه. لوزاره مم. الثقافه، ولكن هو يتبع لوزاره البترول. مم. المتحف مش واخد حقه، والنهارده حضرتك بتديله حق من حقوقه بان احنا نعرف اكتر طب انتوا المصريين. كمرشدين بتروحوا المتحف، في ناس بتطلب زيارته؟ نادرا مش ويعني كده؟ شبه اه. مش موجود شبه. مع ان الناس هتشوف مدى أهمية هذا المكان لازم النهاردة يبقى يعني. حد متخصص صحيح. وفاهم كمان في قيمة هذا المتحف. تمام، هنعرفها ان شاء الله من خلال لقائنا مع حضرتك. بس نبدأ بفقراتنا. بنبدأ بفقرة فيها حاجة حلوة، واللي بنقدم فيها الصور الجميلة المبهجة المبدعة للمصريين وأعمالهم. الصورة الأولى: شنودة صاحب الممر الشرفي بتربية المنيا، أحب مساعدة زملائي والخير للجميع. الصورة اللي مقدمها النهاردة لطالب اسمه شنودة فريج بالفرقة الرابعة بقسم الكيمياء بكلية التربية جامعة المنيا. زملائه كرموه بتنظيم ممر شرفي له داخل الكلية، تقديرا للدور الذي قام به بمساعدتهم خلال السنوات اللي فاتت في الدراسة. شنودة قال انه منذ التحاقه بالكلية وهو بيساعد زمايله الطلاب، وكان يصور لهم المحاضرات ويساعدهم في تنظيم المواعيد بالتنسيق مع أساتذة القسم، وعمل جروب وسائل التواصل الاجتماعي لمساعدة جميع الطلاب في الدفعة، واللي بالغ عددهم 67 طالب وطالبة. على قد ما القصة صغيرة ومحدودة في قسم من أقسام كلية التربية في جامعة المنيا، لكن هو بيشكل نموذج رائع جدا أستاذ محمود، نموذج رائع جدا لماذا تقدم لمن حولك يعني. هو الأجمل إن هو يعني نموذج أخلاقي وتربوي لشخص كريم جدا، إن هو بيساعد باقي زملائه. مم. الأجمل كمان إن كان رد الفعل لسه من هقول لك ردة الزملاء. الفعل كانت أجمل. رد الفعل أجمل، لأن ده هو ده اللي يعني أولا يخلي الإنسان كمان يشعر إن هو الحاجة الحلوة اللي عملها ما راحتش لاقت، هدر. ما راحتش هدر، وإن مم. هو إزاي كان مؤثر. وفي حاجة حلوة كمان. ونعمل تاني وفي حاجة حلوة كمان، إن الإعلام يسلط الضوء على هذه النوعية سواء في الصحافة المكتوبة أو في المرئية أو المسموعة. هو مش مجرد إنه بيعرض حالة كويسة، كمان ده هو بيقدم نموذج رائع الشباب بتقتدي بيه، وده الأجمل يعني. وموجود، والناس كمان يعني فعلا بتاخد قدوة إن هي تعمل الخير. صحيح. بنروح لصورة تانية لا تقل جمالا عن صورة شنودة. امتحانات الثانوية العامة شغالة أديلها فترة. شباب بحلوان يقفون بزجاجات مياه باردة لطلاب الثانوية العامة أمام اللجان. محمد حسين وأحمد حسين أصحاب الفكرة قالوا: جاءت الفكرة من الشعور بطلاب الثانوية العامة ومعرفتنا باحتياجهم لمن يحن عليهم بالكلمة الطيبة والاطمئنان الصادق على أحوالهم، وهو ما قمنا به مع تقديم زجاجات صغيرة من المياه الباردة بالمجان لهم. واشاروا ان يعني طبعا بيفكرونا بالحادثه السيئه
اللي حصلت يعني من قريب في جامعة المنصورة. قالوا ان مش هو ده النموذج الشاب اللي قتل زميلته في الجامعة، لكن النماذج الجيدة كتيرة جدا، وهناك شباب كثيرين آخرين يقوموا بفعل الخير وينشروا القيم الأخلاقية في المجتمع. عارف، تخيل يعني النهارده واحد بيسيب بيته وينزل، ملوش حد في الثانويه العامه، لكن نازل يطبطب على اخواته اللي بيمتحنوا ويديهم ازازه ميه ساقعه وهم خارجين في الحر ومقفهرين وتعبانين. برضه نموذج تكافل اجتماعي غير معقول. ماذا يقدم، ماذا يفعل المصريون يعني؟ يعني احنا برضه نرجع نقول ان اللي اتربى على تقديم الخير، العطاء. العطاء، مم. اللي اتربى على ان هو يعني بنشوف في شهر رمضان شهر كريم في اطفال مع اولياء امور او كبار في السن بيوزعوا في الشارع على الناس، وبنشوف النماذج دي موجوده. لما يطلع عندنا نفس النماذج دي بتجيب الفكره الهايله دي انه يعمل نفس الخير اللي الطلبه اللي رايحين امتحانات في انه يوزع عليهم يعني ميه وميه ساقعه. ده معناه ان الخير مستمر، مش بس كمان في شهر رمضان فقط، ولكن احنا مستمرين طول الوقت. عندنا النماذج الرائعه اللي بتشرفنا دي. صحيح. انتهت فقرة فيها حاجة حلوة، وهسأل حضراتكم مجموعة أسئلة. حد سمع في مصر عن حاجة اسمها الثقب الأزرق؟ حد يعرف ان هذا من اخطر اماكن الغوص في العالم؟ حد مننا يعرف، او كام واحد مننا يعرف انه واحد من اجمل الاماكن في مصر موجود في شبه جزيرة سيناء، بيسموه البلو هول او الثقب الازرق، وهو يعني جاذب الغواصين من كل انحاء العالم رغم خطورته. ده اللي هنقدمه لكم في التقرير الثاني عشان نعرفكم هذه المنطقة الجميلة، الثقب الازرق عندما يجتمع الجمال والرعب. في مدينة دهب المصرية بشبه جزيرة سيناء، حيث دفء الصحراء وروعة البحر الأحمر، هناك تجد الثقب الأزرق، حيث سحر الأعماق ونفق الغوص الأكثر جمالا ورعبا في العالم. يأتي إليه الغواصون من جميع أنحاء الدنيا، رغم ما يعرفه الجميع عن خطورة الغوص في هذه المنطقة، ومع ذلك يأتونها ويغامرون غير مبالين بالأخطار التي تحيق بهم. مجرى 90 مترا، وعمقه 100 متر، وقطره 50 مترا. يبتعد عن الشاطئ بمسافة قليلة، حتى أن الغواصين يستطيعون الوصول إليه إما سيرا على الأقدام أو بالسباحة لمسافة قصيرة. يوجد وسط الشعاب المرجانية المغطاة بالمياه، ويحظى بشعبية كبيرة بين الغواصين بسبب التشكيلات المرجانية الرائعة. يعتقد أن هذه الحفرة قد تكونت منذ زمن بعيد نتيجة اصطدام إحدى المذنبات بالأرض، فحدثت تلك الفجوة، وتكونت بها أجمل وأروع المناظر الطبيعية من الشعب المرجانية بأشكالها المروحية والكائنات البحرية رائعة الجمال التي شجعت على الغوص فيها، كما أن بها عشرات الأنواع من الأسماك، أهمها أسماك الإنكليس الجميلة والعديد من الأحياء المائية. تشتهر الحفرة عالميا بأنها أروع مكان للغوص، إلا أنه زادت شهرتها وأصبحت معروفة بكونها الأكثر خطورة، حيث أنه فقد فيها نحو 130 شخصا على مدار 15 سنة الماضية لغواصين حاولوا استكشاف غموض الثقب الأزرق، حتى أن البعض سماها مقبرة الغواصين. وعلى مقربة من المكان توجد مجموعة من الشواهد بأسماء الراحلين. وعلى الرغم من خطورة المنطقة، يقبل عليها الغواصون من جميع أنحاء العالم، لكونها منطقة هادئة وغير مزدحمة، ولها طبيعة خلابة وغريبة، ومياه البحر فيها زرقاء نقية، علاوة على النفق الموجود بها بعمق 60 مترا، ليخرجوا منه إلى الجهة الأخرى على البحر المفتوح
باحثين عن مغامرة محاطة بالمخاطر لاكتشاف المجهول والتمتع بغموض المغامرة. مكان غاية في الروعة وغاية في الإبداع، حتى ما كناش هنروحه لكن لازم يبقى عندنا معلومة عنه، فعشان كده قدمنا لكم هذا التقرير. رحت دهب الثقب الأزرق. رحت دهب الثقب الازرق، وطبعا زي حضرتك ما قلت في التقرير هو مكان رائع جدا. مم. هو مقبرة الغواصين فعلا، لأنه هو خطر جدا. مم. مش أي حد يعني ياخد بس ليه بيعملوا المغامرة دي؟ يعني ليه الغواص بيجي من آلاف الأميال عشان يخش يغوص في المكان ده؟ هو ممكن يروح ما يرجعش. في يعني دايما عايز يكتشف وعايز يوصل. مم. وبعدين في بعض الأوقات ما بيعرفوش يرجعوا تاني، مم. يعني من كتر العمق اللي موجود والممرات اللي موجودة ما بيعرفوش يرجعوا تاني مم. ان هم يخرجوا، فبالتالي هو خطر جدا. فمهما كانت شطارة الغواص، يعني حتى الشاطرين جدا منهم هم اللي غرقوا يعني، او هم اللي فقدوا حياتهم. دول كانوا غواصين ممتازين يعني. صحيح. انما المكان نفسه هو حتى مرتبط بالحلقة بتاعتنا النهارده الخاص بالمتحف الجيولوجي، طبعا. لان احنا هنتكلم عن النيازك برضو اللي موجودة، مم. وهنربط برضو النيزك اللي اصطدم بالارض تمام. وعمل دي. نبدأ الكلام بأن كتير مننا ممكن ما يقعدش يسأل نفسه هي الحجارة اللي استخدموها المصريين القدماء في عمل التماثيل أو في بناء الأهرامات أو في بناء المعابد بأنواعها المختلفة، أنواعها اللي رخامي واللي حجري واللي رملي واللي جيري، أنواع كتير جدا من الحجارة. كمان المصريين القدماء استخدموا أدوات كتير جدا في الزينة، مثلا مواد خام كتيرة جدا من الطبيعة. كمان المصريين القدماء وجدنا بقايا حيوانات سبقت عهد مصر القديمة منذ ملايين السنين، ووجدناها في مصر في أماكن متفرقة، زي ما قال الأستاذ محمود. كمان في مذنبات اصطدمت بالأرض في مصر، وبالتالي احنا احتفظنا بهذه الأجزاء أو أجزاء من هذه المذنبات. ضرورة أن يوضع هذا في متحف ضرورة يعني قصوى جدا، وده اللي هنعرفه من خلال أهمية هذا المكان لمصر وللمصريين، واللي بيقول لنا إن هنا في مصر بدأت الإنسانية. الأول، إيه فكرة إنشاء مثل هذا المتحف من نهاية القرن ال19 وبداية طيب العشرين؟ نرجع الأول نقول إن المصري القديم زي حضرتك ما أشرت كان عالم في الفلك، وكان عالم في حجار بمعنى أصح. يعني كلمة حجار إنه عارف كل خواص الصخور والأحجار اللي فوق الأرض واللي تحت الأرض. والكلام ده عندنا تمثال موجود حاليا في المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط. عندنا متحف بن حري، متحف تمثال. التمثال عبارة عن شخص مهندس مساح اللي هو زي مهندس المساحة دلوقتي بالظبط كده، اللي كان بيقيس الأرض كمان ويحدد أملاك الدولة والمعابد والأفراد. والتمثال عبارة عن كتلة من الجرانيت، وهو شايل قدامه لفة ضخمة جدا من الحبل. والحبل موجود، الحبل الحقيقي كمان موجود بجوار التمثال في المتحف. ده طبعا حاجة عظيمة جدا ان احنا نقول ان المصري القديم هو اول واحد عرف كل خواص الاحجار طبعا، وهندسة المساح والمقاسات ويعني نقول مهندسين في كل تخصص. تمام. لما اجي للفترة بتاعة الخديوي اسماعيل ونقول ان هو انشأ هيئة المساحة، وهيئة المساحة بعد كده بتعمل يعني حاجة عظيمة جدا أيام عباس حلمي الثاني. عباس حلمي الثاني سنة 1901 بنى المتحف الجيولوجي. هو ما كانش المقر الحالي على فكرة، ما كانش المقر الحالي بالظبط. لما اتعمل أيام عباس حلمي الثاني، وده أبو المتحفيين المصريين، له كل الرحمات يعني عليه. هذا الرجل اللي هو عباس جاي عباس، هو ده اللي كان بينادي بيه المصريين ان هو راجع تاني. عباس حلمي لما عمل المتحف ده عمله
في وزارة الأشغال اللي كانت موجودة في شارع ريحان بالقرب من ميدان التحرير. مم. اللي ده كان مقر المتحف اللي هو المتحف الجيولوجي. أيوة. لما جم يعملوا مترو الأنفاق مم. سنة حصل تهدمات في المبنى 1982 بالظبط كده، تم إزالة المبنى، واتنقل وكل بقى اللي فيه للمكان اللي هو فيه اتنقل، حاليا. راح قعد 3 سنين الأول، مم. واتنقل للفيوم. كل المقتنيات اللي كانت داخل المتحف اتنقلت 3 سنوات، وبعدين اتنقل اتاخد قطعة مصر يعني من القديمة. وزارة النقل مم. خاصة بالنقل النهري، واتاخد جزء من وزارة النقل بسيطة جدا في منطقة أثر النبي. مم. واتعمل المتحف كنوع من مش عرض متحفي على قد ما هو حفظ. حفظ للحاجات، ولكن مم. الحاجة معروضة يعني داخل المتحف. مم. ده الكلام سنة 1985، ولا يزال لحد النهاردة في مكانه زي ما هو. تمام، يبقى خلاص الناس احنا عرفناها المكان. لازم الناس بقى تروح تشوف لما تستمتع بالصور اللي احنا هنشوفها وعراقة الأرض والمكان في الحضارة المصرية. لازم كلنا نروح هذا المتحف. طيب المتحف بقى يعني ازاي بيتم تقسيمه وهيكلته من جوه والأقسام اللي موجودة؟ طيب أنا عايز أشير بس في عجالة عن كلمة أثر النبي، عشان تبقى الناس برضو عندها خلفية عن المنطقة اللي هي واقع فيها المتحف. أثر النبي سنة 1307 ميلادي كان عندنا وزير اسمه محمد تاج الدين. هذا الوزير كان بيحج سنة 1307. هو بيحج عرف ان في عائلة عندها مقتنيات من حاجة الرسول عليه الصلاة والسلام، اشترى منهم بعض فراح هذه اشترى منهم المقتنيات. بالظبط كده، وجاب الحاجات دي من ضمنها أحجار عليها آثار لأقدام الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعض المقتنيات من إناء من مصاحف كان كاتبها سيدنا علي بن أبي طالب. واتبنى الجامع اللي هو جامع أثر النبي، موجود بالقرب من والمقتنيات دي كانت موجودة فيه، وكانت وعشان كده المنطقة اتسمت أثر النبي. بالظبط كده. والجامع لازال موجود لحد النهارده. وابن بطوطة بس هم نقلوا منه المقتنيات تقريبا، راحت مسجد الحسين احتمال حاجة كبير منها حاجة منها تكون راحت. فبس عشان نبقى عارفين برضو ان المكان المتحف فين. التقسيمة بتاعت المتحف بيضم حاجات كتيرة جدا متنوعة وشيقة جدا، وكمان يعني بتعمل تغطية مهمة جدا. المتحف هو رابع أكبر متحف على مستوى العالم، وهو أول متحف جيولوجي في مصر والوطن العربي وأفريقيا. بالظبط كده. فهو مهم جدا، وطول الزمن مصر عندها ثبت بالعلم يعني ان يرجع تاريخ مصر 500 الى 600 مليون سنه. ده من خلال الحفريات اللي اظهرت لنا يعني الثدييات والحيوانات الفقاريه واللا فقاريه كمان. بنقول يعني عندنا متنوع وكنز عظيم جدا موجود في مناطق زي الفيوم والصحراء الغربيه والصحراء الشرقيه. كل ده موجود. بالذات ليها نصيب الاسد من المتحف يعني. الفيوم والواحات البحريه كمان، الصحراء الشرقيه، الصحراء الغربيه. حضرتك لما نزور المتحف نلاقي ان المتحف متقسم تقسيمات عظيمه جدا. من اول ما ننزل المتحف، هو المتحف على كورنيش النيل، وبننزل يعني حوالي يمكن 15 درجة سلم للمستوى اللي موجود فيه المتحف. المكان الأول فيه جنينة صغيرة للمتحف فيها معروضات يعني متحف مفتوح يعني مفتوحة بالظبط. دي فيها بعض النماذج اللي هي بتوري الحيوانات واللي اتوجدت فعلا من ملايين السنين. وكمان عندنا أحجار كتيرة مهمة جدا، مثلا حاجة زي الحديد. الحديد كما وجد على حالته زي ما هو في باطن الأرض. فالحديد زي ما هو موجود اتاخد واتحط في المتحف في الجنينة المفتوحة. فالناس لما هتروح هتشوف فعلا حاجات من الروعة، زائد أشكال وألوان لأحجار مختلفة جدا. الأحجار طبعا مصنفة، عندنا أحجار جيرية. هنخش على التصنيفات دلوقتي. تمام. لكن قبل ما نخش على التصنيفات أنا ليه سؤال مهم. لما نكون بنملك ثروة كبيرة مثل هذه في كافة الأنواع اللي حضرتك ذكرت فيها، سواء أحجار أو معادن أو بقايا حيوانات من ملايين السنين كانت موجودة على أرض مصر، طرق العرض المتحفية اللي موجودة كيف تقيمها بالنسبة للي انت شفته في العالم يعني؟
واللي شفناه في مصر. مم. يعني حتى لما نقول اللي لا انا احنا بقيس يعني بره بيعملوا ايه واحنا هنا بنقدم ايه، هل احنا على المستوى العالمي ولا لا؟ لازم نعرف الناس من حقها تعرف يعني. احنا المتحف زي ما قلت لحضرتك هو اتعمل، اللي هو الحالي ده اتعمل كحفظ للآثار أو للنماذج اللي موجودة دي كلها، عشان نحافظ عليها، ومرقمة برضو عشان كل حاجة موجودة داخل المتحف ليها ليها يعني معلومات تخصها. مم. فعندنا فاترين كتيرة جدا، ولكن في بعض الفاترين اللي بتعرض الحاجة مم. بتبقى الفاترينة أصغر من الشيء نفسه اللي بيتعرض فيه، فبالتالي ألاقي إن في 2 فاترينة مثلا معروض فيها يعني قطعة واحدة، مم. فمش هتشوفها بطريقة أفضل لو كانت يتعمل مخصوص للأشياء دي. مم. فإحنا محتاجين فعلا يعني مكان جديد يليق باللي عندنا، إن يتعرض بطريقة كويسة، مم. إنه يتشاف بطريقة كويسة. زي النهارده لما بدخل المتاحف المصرية الجديدة زي متحف القومي للحضارة المصرية، حاجه على احدث على طرز. احدث طرز، انا بخش قاعه المومياوات، انا كأن مفيش لوح زجاجي موجود، انا بشوف كاني كأني مباشره. مباشر مم. ليها. فاحنا عندنا يعني في كمان نوع من التكنولوجيا المستخدمه اللي بتخلي الزائر يستمتع بالحاجات اللي موجوده. حضرتك اشرت وقلت يعني هل احنا كمرشدين سياحيين او بعض الشركات السياحيه بتحط في البرامج زياره المتحف؟ وانا بقول لحضرتك ما بيتحطش في البرامج، لانه مش واخد العرض نفسه مش يعني مش واخد حقه. مم. فبالتالي لا، عايز المتحف كله يصاغ من جديد، او المكان كله يتم يعني استبداله بمكان تاني، ويتعمل متحف مخصوص خاص بالجيولوجيا في مصر لازم يبقى على مستوى العرض المتحفي اللي موجود في في العالم في العالم وفي وفي مصر متاحفنا المتطوره. يعني انت بالظبط. عندنا المتحف القومي للحضاره زي ما حضرتك ذكرته، هيبقى عندنا المتحف الكبير قريب جدا. فبالتالي لازم من المتاحف المتخصصه دي كمان تكون على مستوى راقي جدا عشان تقدر تجذب سائح وتتحط في البرامج. لان عندنا زخم مم. داخل المتحف، بالظبط. زخم رائع جدا. ده اللي هنعرفه بقى لما نتكلم بشكل عام عن محتويات المتحف الجيولوجي المصري طبقا للانواع. يعني ايه هي الانواع بشكل عام اللي موجوده في المتحف؟ لما نتكلم عن مثلا نوعية الأحجار، مم. فنوعية الأحجار هلاقي إن في نوعيات كتيرة جدا، مم. ومن الأحجار دي اللي وجد على سطح الأرض واللي وجد في باطن الأرض. مم. فطبعا كان في تأثير للنيازك اللي لو بتتكلم. المصري القديم كمان كان ليه عبقريته في استخدام الحجر يعني، عارف كمان كل حجر يعني وخصائصه ونوعه. وخصائصه، لدرجة إن عندنا حجر مثلا من ضمن الأحجار هو ما اشتغلش بيه المصري القديم، مم. يعني ما استخدموش في تماثيل، مم. واسمه الحجر الطيب، مم. حجر من الكريستال، شكل الالبستر بالظبط. مم. ما استخدموش كتماثيل لان الحجر ده ما هو يرفض ان حد يشكله. مم. ال- صلب. لا، مش للدرجه، ممكن يتكسر بسهوله اه. بس ما يتشكلش. اه. يعني يتكسر بسهوله جدا ولكن لا يشكل، يعني ما ينفعش تطلع منه ما تعرفش تنحته. تعرفش تنحته. مم. بالظبط كده. طب إيه غير الاحجار في ايه كمان؟ عندنا طبعا الحفريات بقى اللي موجوده مم. للحيوانات، اول اشكال الافيال في العالم. مم. عندنا شكل الفيل يعني بدايته كان شكله ازاي. مم. طب الحفريات اللي وجدت، مع ان احنا دايما عندنا انطباع ان الفيل يبقى الهند لا، او احنا او افريقيا يعني. لما نيجي نقول بقى ان مصر هي اللي احتضنت من 500 ل 600 مليون سنة، ولما اتكلم في ديناصور بقاله 95 مليون سنة وموجود لحد النهاردة، يعني طب أعضاء. احنا عشان بنتكلم بشكل عام يبقى اه اذا كان عندنا احجار، عندنا حيوانات وثدييات وفقاريات ولا فقاريات، ايه تاني انواع كائنات موجوده؟ بحرية طبعا مم. كتيرة جدا. مم. عندنا سلاحف، مم. عندنا كل أسماك، مم. عندنا كائنات كتيرة جدا. المعادن ايه؟ عندنا معادن بقى يعني حدث ولا حرج، ما عندنا كميات كبيرة جدا من المعادن اللي برضو استخدمها المصري القديم، مم. واللي عرف كل معدن يعني هيستخدمه ازاي. تمام. أجزاء
كبيره والمتحف متقسم جوه، ان حضرتك في كل فاترينا موجوده بتوري كمان المعادن اللي تم استخدامها والالوان اللي هو استخدمها منها. مم. يعني عندنا كذا لون تم استخدامه من الاحجار نفسها. تمام. المصري القديم طيب قدر ان هو يستخدم نبتدي ده. نتفقد طبقا للنوع، وهبتدي ب المقتنيات الحيوانيه بقى. احنا شفنا في مصر القديمه استخدام المصري القديم للحيوان بشكل عام. ايه العلاقه ما بين اللي موجود في المتحف الجيولوجي المصري من حيوانات بمختلف انواعها، وعلاقه المصري القديم بهذه الحيوانات، سواء اللي تم ترويضها او اللي ما قدرش يروضها؟ يعني احنا لما نقول ان الحيوانات اللي كانت موجوده قبل المصري القديم، مم. لان قبل الحياه برضو ما تبقى حياه، كانت المنطقه زي مثلا الفيوم، دي كانت منطقه كلها شاطئ بحر مم. ضخم جدا، وكانت مصب للانهار، مش نهر مم. واحد، مم. مصب للانهار، مم. فبالتالي وعلى عمق 26 متر تحت سطح البحر. مم. فاحنا بنتكلم في وعشان كده لقوا بقايا حيتان في الفيوم، وعشان وادي كده حيتان عندنا المشهور بالظبط طبعا. كده، وعشان وكمان يعني وادي حيتان وصنف ان هو محميه طبيعيه، مم. هو وادي الريان، مم. لان ده مش موجود في العالم كله بنفس اللي موجود عندنا ده. صحيح. فعندنا الحفريات اللي اوجدت ده. مم. المصري القديم يعني يمكن في بعض الافيال اللي احنا بنقول عليها ان تم استخدامها، طبعا اتغير شكل الافيال من الزمن السحيق الى الزمن كتكوين. الحديث كتكوين مم. شكله. يعني هو في الاصل لما نشوف، احنا عارفين ان الفيل ضخم جدا، لما نشوف الفيل في بداياته يعني اقرب للارض شويه، مش كان اصغر مرتفع، حجما يعني. كان اصغر واوطى شويه. في كمان هياكل هناك على شكل ديناصورات وحاجات. عندنا ديناصور بقاله 95 مليون سنه. ياه. 95 مليون سنه الديناصور ده موجود، وبقاياه في موجوده المتحف في الجيولوجي. المتحف الجيولوجي، وليه فاترينا ضخمه جدا، كل قطعه من العظم بتاعته موجوده ومكتوب عليها ده الكتف الايمن، ده الكتف الايسر، ده الحوض، ده يعني كل جزء مكتوب ايه ده بتاع ايه بالظبط لنفس الديناصور. طبعا شكل الديناصورات واختلافها واحجامها اتغير كتير. النماذج بقى اللي موجوده في المتحف كمان، لان عندنا نماذج المتحف عاملها، ده يعتبر الحجم اللي موجود اللي حضرتك بتشوفه هو تلت الحجم الاصلي. يعني اذا شفت حيوان اللي هو هيكل عظمي شبه بس. الخرتيت مثلا، عاملين نموذج شبه الخرتيت بالظبط، لان هو ده النموذج الحقيقي يعني، ده تلت الحجم الاصلي. فالاحجام كمان كانت ضخمه جدا. نشوف ده في المتحف لما نشوف شكل العظم نفسه، يعني عظم الساق او العقله بتاعت الصباع، العقل دي العقله ضخمه جدا وحاجات كده. يعني على الطبيعه لما بنشوفها ما بنبقاش مصدقين ان احنا قدام كائن من 95 مليون سنه. طيب في حيوانات مستأنسة موجودة، يعني الحيوانات اللي تم استئناسها بعد كده ما أو تم عندناش، ما ترويضها؟ كانش يعني طبعا كلها اللي موجوده في المتحف حاجات كلها متوحشه يعني. يعني عندنا زي ما بنتكلم على الخرتيت مثلا، في شكله برضو الاولي، والفك بتاعه ضخم جدا، يعني اضخم من الحالي اللي احنا عارفينه. شكل الاسنان. بالمناسبة المصري القديم اتعامل ازاي مع الحيوانات؟ بشكل عام المصري القديم احترم كل حاجة. يعني المصري القديم عشان يصل إلى إن هو يعرف نفسية الحيوان، ده معناها إن هو كان من السهل عليه إن هو عارف نفسية الناس البني آدمين يعني. فلما نلاقي في مقبرة زي مقبرة مير روكا في سقارة، نلاقي إن هو من ضمن الحياة اليومية اللي هي موجودة ومنقوشة على جدار المقبرة من جوه، ألاقي إن في أسد يعني في طريقه إن هو يلتهم جاموسة، فهو فاتح بقه جدا ويكاد إن هو خلاص هيلتهم الجاموسة. طب الجاموسة هنا المصري القديم مثلها ومثل الخوف بتاعها من خلال شكلها وهي بتعمل تواليت بسبب خوفها ورعبها من الأسد. فهو وصل للحالة النفسية كمان والرعب بتاعها، فكان بيتعامل مع الحيوان بطريقة
اللي احنا بنقول عليها ما ينفعش مثلا يذبح حيوان قدام حيوان. تمام. هنروح لبعض المقتنيات الأخرى، وهي مقتنيات مهمة جدا، وهي المقتنيات الصخرية. إيه المقتنيات الصخرية اللي موجودة في المتحف الجيولوجي المصري؟ عندنا يعني مثلا في صخرة صغيرة جدا جدا، ودي كانت هدية لمصر من صخور القمر، من مم. سطح القمر نفسه. مم. ودي كان أهداها وجابها لمصر سنة دكتور فاروق الباز 72 تقريبا. دكتور فاروق الباز مم. بالفعل. وبرضه هنقول معلومة يمكن احتمال تكون مش موجودة عند ناس كتيرة، معلومة إن تم رفع العلم المصري في رحلة أبولو للقمر. ليه؟ كان العالم الجليل فاروق الباز كان هو بيشتغل مخطط للرحلات الخاصة بأبولو، مم. وبالتالي أعتقد إن هو اللي طلب إن يتم رفع العلم المصري في رحلة من رحلات أبولو على القمر، على سطح القمر. تمام. أنت كنت كمان قلت هنتكلم عن نيزك، أحد اه النيازك احنا الموجودة في. عندنا مجموعات بقى كبيرة جدا من النيازك اللي ليها أصل هنا على أرض مصر. عندنا نيزك، طبعا البلو هول اللي حضرتك اشرت ليه هو ده مكان فعلا مكان نيزك اللي عمقه يتخطى 90 متر. عندنا نيزك تاني اللي هو النخيليت، ده موجود في حته اسمها ابو حمص، مم. محافظه البحيره. مم. النيزك ده وقع سنه 1911 وتحديدا يوم 28 يونيو. يعني 28 يونيو اللي جاي يبقى بالظبط بقاله 111 سنة. مم. فحضرتك متخيل 111 سنة نيزك وقع الساعة 9 مساء قدام أهل القرية. النيزك عمل عمق حوالي متر، وقطر حوالي 4 كيلو ونص. ياه، مسافة كبيرة جدا، كبيرة شاسعة. جدا. مم. لما ارجع تاني للنيازك وازاي هم بيستخدموا او العلماء بيستخدموا النيازك في معرفة تاريخ الارض. مم. النيازك لما كانت بتنزل على الارض كانت بتسبب يعني نوع من الانفجارات ونوع من الحفر، الثقوب على فكرة الضخمة زي جدا. الثقب الأزرق، ما هو كان نيزك برضو هو كل ده خلق أو متوقع. كمان حاجة بالشمس في الأزمنة السحيقة، حاجة بالشمس عن عن الأرض، وبالتالي تحولت الأرض وتحولت المياه إلى مياه جليدية. مم. وبالتالي فقدنا اللي هو بقى الزواحف والحيوانات اللي احنا بنقول ان احنا بنلاقيها في شكل الحفريات. مم. ده كله نتيجة الغبار اللي طلع، وكان ليه تأثير يغطي أشعة الشمس تماما. بيقال كمان ان في مكتبة في المتحف، وبتقدم خدمات حقيقة كويسة وفيها مراجع كويسة للباحثين وكده. حقيقة المكتبة هايلة جدا. طبعا مكتبة قديمة كمان بنتكلم. بس أنا عايز يعني ألفت النظر لحاجة، إن من سنة 1798 وجود الحملة الفرنسية لمصر وتسجيلها كل الحاجات اللي موجودة في مصر من خلال كتاب أو موسوعة وصف مصر، وبقت أنظار العالم منصبة على مصر، مم. والعلماء بيجوا مصر. وكمان لما اتعمل قناة السويس وافتتحها الخديوي إسماعيل، كمان سهلت الدنيا على الناس إن هي تيجي مصر. طبعا. كل ده خلى ظهور علم الإيجيبتولوجي، علم المصريات. مم. فعندنا فعلا المكتبة فيها متنوع ضخم جدا في أبحاث، وكمان يعني مش هما بيشتغلوا لوحدهم، لا ده في تعاون وثيق جدا رائع جدا ما بين المتحف في أنحاء العالم. يعني في استثمار للأبحاث، في مساعدة الطلاب. مم. يعني في طلبة عايزين يعرفوا، عايزين يدرسوا، المتحف بيساعد. خلي بالك، يعني متحف زي ده باللي بيملكه ده بيساعد كليات العلوم، كليات التربية، كليات المتخصصة بقى في الفيزياء والكيمياء والأحياء. وعلى فكرة مش المصريين بس، ده في عرب كمان بييجوا يعملوا دراسات على الحاجات اللي موجودة في المتحف يعني. حقيقي، لان هو يعني احنا عندنا مقتنيات فعلا مبهره. مم. يعني مبهره لما حضرتك بتقف قدامها في حاله انبهار، يعني مش موجوده في مكان تاني. طب بس انا بستغرب ليه يعني مفيش مؤسسات اجنبيه كمان مهتمه بالمتحف ده؟ المؤسسات الاجنبيه اهتمامها كان
ان هم يعني لما كانوا بيشيلوا المقتنيات سنة 82 كانت المؤسسات الأجنبية كانت مهتمة ان هم يحافظوا على المقتنيات، مم. وبالتالي اتشالت المقتنيات 3 سنين ورجع تاني، وتخصيص قطعة أرض لإقامة هذا المتحف برضو كان نوع من الروتين شوية. هيتخصص فين؟ مم. وتخصص المكان الحالي اللي هو فيه. مم. أعتقد إن مصر بإذن الله تكملة للجهود الجبارة اللي بتعملها في إطار المتاحف على أعلى مستوى، إن هي لما تعمل كمان متحف خاص بالجيولوجيا في مصر، ده هينور جامد جدا للكل، سواء للمصريين أو للأجانب. لأن زمان حضرتك في حاجة مهمة، إن كان لما بيلاقوا أي حاجة في الحفريات ما كانش عندنا معامل تدرس أو تعرف حتى اللي تلاقى ده إيه. لكن النهارده عندنا. النهارده عندنا، مم. فاحنا محتاجين نستغل اللي موجود ده على نطاق كمان اوسع. مم. يعني يبقى في التعاون موجود بين المتحف، بين الكليات المصريه والاجنبيه. وكمان المتحف عمل حاجه ظريفه جدا، انه اهدى لكتير من المدارس، لوزاره التربيه والتعليم، اهدى ليهم يعني قطع كتيره جدا من الاحجار عشان الطلبه تتعرف على الاحجار. فده هو عوض شويه الطلبه في المعامل هو اللي يعني موجوده. المتحف كمان هو مرجع لكتير من جهات البحث يعني. حقيقي يعني مراكز البحث في مصر لازم تكون مهتمية بالمكان ده يعني. احنا محتاجين ده فعلا، ودي دعوة يعني مهمة جدا ان يتم تطوير المتحف بطريقة لائقة بمكانته. تمام، هروح مع حضرتك لآخر نقطة معانا، وهي المتعلقة بمسألة الرؤية المستقبلية لمثل هذا النوع من المتاحف المتخصصة. احنا كبلد عريق في الحضارة وبلد بنهتم بالعلم، آه، نفكر ازاي بقى في هذه النوعية وما نملكه من آثار. يعني اللي موجود في المتحف ده ممكن تلاقي حاجة تعمل تغيير في شكل الحضارة الإنسانية. احنا لقينا ان الاحجار اللي تم استخدامها، م. يعني مصر دي زي حضرتك ما قلت، هو استخدم الاحجار. احنا لقينا الالاباستر، لقيناه في يعني في مقبرة توت عنخ آمون موجود في اكتر من اناء، سواء للعطور او سواء كادوات كانوبيه تم حفظ الاحشاء الخاصه بالملك توت عنخ امون من الالاباستر. مم. لقينا مثلا التابوت الخاص بالملكه حتب حرس اللي هي ام خوفو، معمول من الالاباستر ومن اجود الانواع. مم. لقينا ان الارضيه بتاعه معبد الوادي الخاص بالملك خفرع معموله من الالاباستر. لقينا حجر صلد جدا جدا جدا، يعني صعب جدا ان حد ينحته فعلا، واتعمل منه تمثال ما فيش اخوه. مم. هو تمثال الملك خفرع اللي مم. موجود في المتحف المصري. مم. هذا الحجر من الديوريت اللي هو ما يعني صعب جدا حد يصنع منه تمثال، وفي تفاصيل التفاصيل في هذا التمثال. وبعيدا عن الحجارة بقى، في قدامنا نموذج أو صورة ل 3 من أنواع الجنس البشري المتحف عارضها. معلش نشوف الصورة تاني. بتوضح لنا أنواع الجنس البشري اللي كانت موجودة، ودي حاجة مهمة. يعني بيسموه حتى إنسان كرومانيون، وإنسان نياندرتال، وإنسان منتصب. يعني 3 أنواع من الجنس البشري. دي أعتقد حاجات بتفيد الباحثين والدارسين للجنس البشري بشكل عام. يعني التسلسل كمان في وتطور اللي بيحصل، وشكل لو حكي يعني من شكل الجماجم كمان اللي موجوده دي على ازمنه طبعا بعيده جدا جدا جدا، بتساعد جدا في ان هو يعرف تاريخ تطور البشريه بالظبط. وبيعرف كمان يعني حتى الجينات نفسها اللي موجوده كان شكلها ايه، اللي هي تخلي شكل الانسان كان شكل، يعني شكل الفكين كان ازاي، وبيختلف من وقت للتاني. انا عايز اقول لحضرتك ان في مثلا في منطقه الفيوم لحد النهارده، بالقرب من هرم هواره، ان في مكان بالقرب من هرم هواره موجود في بعض الجماجم اللي موجوده في الصحراء. يعني دي كانت في يوم من الايام كانت مدفونه، ولكن مع الوقت ظهرت من خلال يعني الطبيعه وبقى في قدامنا بنلاقي بعض الاوقات جماجم موجوده
ويعني الكالسيوم بقى اللي موجود في العظم نفسه، ودرجة اللون الأبيض الغريب اللي ممكن يعني تخلي دي كلها حاجات الأرض بتكلمنا. آم، كلام جميل ويؤكد فعلا أن مصر هي خزائن الأرض كما كنيت في القرآن الكريم من قبل سيدنا يوسف لما قال ملكني على خزائن الأرض. هي دي مصر، الحضارة والتراث وما نملكه من حاجات فعلا جميلة. أنا بشكر حضرتك على وجودك معنا واهتمامك بشرح واحد من أهم الأماكن اللي موجودة في مصر. شكرا كتير لحضرتك، وشكرا لفريق العمل، وشكرا لكل حد بيساهم في ان احنا مصر تعرف يعني قد ايه هي غنية. كل الشكر والتقدير لضيف برنامجنا النهارده المرشد السياحي الكبير استاذ محمود كمال، وبشكر حضراتكم على حسن المتابعه. ان شاء الله الاسبوع القادم قبل ساعه من الان حلقه جديده من فيها حاجه حلوه.